هل الإيمان بالمسيح هو شرك بالله؟ الحقيقة لا خالص. إحنا كمسيحيين بنؤمن بإله واحد مش ثلاثة، ولكن الفكرة إنه طبيعة الله مش طبيعة بسيطة، بل هي طبيعة أكثر تعقيداً بكتير. ليها أبعاد تانية غير الأبعاد اللي إحنا نقدر كبشر إننا نستوعبها ونحطها في دماغنا. زي ما بنقول إنه في حاجات ليها 3 أبعاد، فطبيعي إني مش هقدر أستوعبها كلها بنسبة 100%. طيب يعني إيه هذا الكلام؟ وإزاي طبيعة الله معقدة؟ خليني أشرح لك الموضوع ده باقتباس مثل قاله فيلسوف وكاتب مسيحي اسمه سي.اس. لويس. تخيل معايا كائنات عايشة في عالم مسطح ليه بعدين بس وما يعرفوش غير الشكل المربع، بالتالي مفهوم المربع عندهم بسيط، 4 نقط بيوصل ما بينهم 4 أضلاع. لو جيت إن أنت تحاول تشرح لهم إنه في حاجة اسمها مكعب وإن المكعب ده مكون من 6 مربعات، هيقولوا عليك مجنون. ليه؟ علشان هم متعودين على كل حاجة تكون بعدين بس، فما عندهمش القدرة على استيعاب البعد الثالث. فأنت لو بتحاول تشرح لهم إن المكعب ده مكون من 6 مربعات متحدين ببعض، هيقولوا لك لأ، أنت ببساطة عندك 6 حاجات مش حاجة واحدة. بس الحقيقة إنه لأ، أنت ما عندكش 6 حاجات مختلفة، ده مكعب واحد، لكن هم مش قادرين يدركوا البعد الثالث. بنفس الطريقة بالظبط إحنا بنؤمن إن الله واحد في جوهره، ولكنه أعلن عن نفسه في 3 أقانيم أو 3 أشخاص، الآب والابن والروح القدس. مش 3 آلهة، مش 3 كيانات منفصلة عن بعضها، هو نفس الإله، هو إله واحد، ولكنه له طبيعة معقدة مش بسيطة. فهي ببساطة فوق إدراكنا كبشر إننا نستوعبها، لأنك بتحاول تشرح كائن غير محدود لكائنات محدودة. فإيماننا إنه لما الله تجسد وظهر في المسيح، ده مش معناه إن بقى فيه إله تاني، ده هو نفس الإله اللي خلق الكون واللي بيدبر كل شيء في حياتنا، وهو الروح القدس اللي بيعمل فينا. فتقدر تقول مثل تاني للتبسيط إننا مش بنقول 1 زائد 1 زائد 1 بيساوي 3، لكن بنقول حاجة أشبه بإنه 1 في 1 في 1 بيساوي 1. يعني الموضوع مش شرك ولا هو تعدد آلهة، الموضوع إن الله أكبر من إدراكنا. فلو لقيت إن في حاجة في الطريقة اللي أعلن بيها عن نفسه صعبة عليا نفهمها، فده شيء طبيعي. ده بالعكس، ده صعوبة الإدراك في حد ذاتها دليل على إن هو ده الله، لأن اللي مش طبيعي إني ككائن محدود أقدر أستوعب كائن غير محدود بنسبة 100%. زي بالظبط ما هو شيء مش طبيعي إن مربع يستوعب يعني إيه مكعب.